ازيكم عاملين ايه؟ نورتوني وشرفتوني. انا مين؟ انا ياسمين. النهارده هتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. انا مدمنه على حاجات معينه ومش عارفه بس، فانا قررت اطلع في فيديو اقول لكم انا مدمنه منتجات معينه، وهوريكم كل المنتجات اللي انا مدمنه عليها. كل ما بتخلص بروحش. فلو انت زي حالتي كده اكتبي لي تحت في الكومنتات انا مدمنه كذا ومدمنه كذا، عشان نعرف كلنا كده ولا انا لوحدي بس اللي انا عندي هوس لما بتخلص الحاجه دي بالذات بروح اجيبها على طول. ولو انت اول مره تتفرجي عليا اعملي لايك الفيديو واشتركي في القناه وفعلي الجرس عشان يوصلك اي فيديو جديد، وكمان تتابعيني على كل السوشيال ميديا بتاعتي موجوده تحت في صندوق الوصف: سناب شات، انستجرام، وكمان فيسبوك. يلا بينا اقول لك اول حاجه. طبعا انا مدمنه الباودر بتاع اماندا، انا مش عارفه ابطلها وجايباها بصوا جديده اهي زي ما هي. طبعا الكحل ده رهيب، بس هوريكم الباودر الاول لان انا بعشقها. هفتحها قدامكم ثانيه واحده. انا بتعجبني قوي التغليف بصراحه، يعني انا بحب جوه قوي التغليف، مش عارفه ليه بحس كده ان شاريه حاجه ب200,000 جنيه. عارفين الجو ده؟ شايفين الجمال. انا بحب قوي. بصوا قافلينها كده. بحب الحركات دي، وكمان البودر حلوه قوي على فكره. يا لهوي في الصيف بصي اكنك مش حاطه حاجه على وشك وده لون وشك الطبيعي. اوكي. شايفين الجمال؟ على فكرة دي رقم 3. أنا بحب 3 أو 2 بتبقى لون الدرجة بتاعت وشي بالظبط. اوه شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوة؟ فظيعة 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 فظيعة. وكمان بيجي معاها الباف بتاعتها او السفنجة بتاعتها، اوكي، عشان تحطي بيها. بس دي حلوة، دي تستعملوها لو انتي مثلا تحطي كريم الشمس وبعد كده تحطي منها، تحطي تمشي كده 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 بالظبط. تعمل بقى التغطية اللي انت عايزاها، اكنك حاطة كريم اساس على بشرتك وحاطة مش عارفة ايه على بشرتك، حاطة منتجات كتير. لا اختصريها في المنتج واحد زي ده. اوكي. انا هوريها لكم تاني. دي درجة رقم 3 من بشرتي بالظبط. تاني حاجة بقى انا بعشقها الكحل بتاعهم. استنى احطها عليه جنب عشان انا دي بخاف عليها. على فكرة هي سعرها 180 جنيه دلوقتي في العرض بتاع الصيف، لانها اساسا كانت ب 300 جنيه. الكحل ده قعد 3 ايام في عيني ما يطلعش. من اماندا برضو. اوكي. انا عاجبني بقى اللي انا مش ببري، يعني بصوا بيطلع كده براحتي جدا. على فكرة انا بحط بس في زاوية عيني، ما بحطش في عيني كلها. يعني بحب احط من فوق هنا كده بس من جوه الرموش، ومن الحرف بتاع عيني هنا بس. فبحس ان عيني كده واضحة وشكلها حلو. بحب الحركة دي قوي مع الماسكارا. وما بحبش احط ميك اب كتير، يعني زي ما انتوا بتشوفوني كده في الفيديو انا بخرج كده دوبك بس باودر على وشي ورجاجو وروج خفيف جدا 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 وخلاص. ما بحطش حاجه دلوقتي على بشرتي، الصيف مش مستحمل ميك اب كتير قوي على البشره. تاني حاجه بقى بودره الاطفال. دي انا بحطها في الاماكن اللي بتعرق، زي مثلا البكيني مثلا، عشان انا مش بحب جدا احس احساس المبلول ده خالص. فقبل ما اخرج كده بغرق المنطقات دي كلها زي كل حاجه ببودره الاطفال. دي في منتهى الجمال. دي احلى حاجه في الدنيا تستعمليها بجد. بتخليكي ناشفه لغايه ما بترجعي البيت. اساسي اساسي لازم تكون عندي طول الصيف وطول الشتاء. مش عارفه بتخلص بجيبها حتى لو ما بستعملهاش بخليها عندي برضو. فوار فيتامين سي. طول فصل الصيف لازم تستعملي فوار فيتامين سي. اوعي، لانه بجد بشرتنا بتغمقي جدا، بتتاكسد مع الشمس وطول النهار قاعدين في الشمس. لازم فوار فيتامين سي. ده سعره 45 جنيه من الصيدليه. ده بتستعمليه مره واحده في الاسبوع بيديكي الفيتامين اللي انت عايزاه. وكمان هو فوار، فانت بتاخديه في ميه، فالزياده عن حاجه جسمك طبعا بتخرج خلاص، بتروح طبعا 50% بتاخديها و50% بتروح في البول، فمفيش اي مشكله ولا في اي ضرر. فده حلو جدا تستعمليه طول الصيف، بيفتح بشرتك وبجد بينور البشره جدا جدا جدا. تاني حاجه بقى كريم الشمس. انا بجيب بتاع الاطفال، انا مش عارفه استعمل بتاع الكبار. بتاع الكبار بحسه مدهن قوي 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 وبيخلي كده البشره سمرة برضو، يعني بيديني تاتش سمار كده. كل كريمات الشمس طبيعي بتديكي تاتش سمار كده خفيف. ليه بقى؟ لانها بتحميكي من اضرار الشمس، مش بتحمي لون بشرتك. اوكي. فده الوحيد اللي فيه الاثنين بتاع الاطفال من ايفا. ده سعره 300 جنيه. شايفين حجمه قد ايه؟ جمال يا جمال. فده حلو جدا جدا جدا. انا بحبه قوي لانه ما بيسمرنيش. بحطه على ايدي بحطه على رجلي، ما بيسمرنيش، وفي نفس الوقت بيخليني زي ما انا بالظبط، ومفيش ولا خطوط ولا تجاعيد ولا نقص كولاجين ولا الحاجات اللي بتعملها الشمس دي. ده احسن سان بلوك ممكن تجيبوه. انا برضو ده مش عارفه ابطله وبشتريه كل ما يخلص على طول. فيتامين سي برضو ده سكراب وفي نفس الوقت غسول، بس انا بستعمله سكراب وبستعمله كل يوم ومش عارفه ابطله. يا ريت لو سكان سايد حد سمعني من عندكم. انا بحب ده قوي. ممكن تبعتوا لي كميه لانه غالي دلوقتي ورخصوه شويه. 300 جنيه ايه؟ أنا كنت جايباه 220 بقى دلوقتي
دلوقتي ب300 كتير والله كتير، فرخصوا شويه لان انا بحبه جدا. وفعلا تحطيه 5 دقايق على بشرتك بتنور اكنك ولا نزلتي الشارع ولا عملتي اي حاجه. تاني حاجه بقى طبعا الجل بتاع شان كريم. اوكي ده طبعا مفيش حد واحده دلوقتي ما بتستغناش عنه، بس في حاجات بدايل ليه، بس انا برضو مش عارفه اجيب غيره لانه الوحيد لما بحطه على بشرتي واعمل شيفنج لبشرتي ما بيطلعليش حبوب. لو استعملت اي حاجه تانية بتطلع لي حبوب. انا بجد مش عارفه، ولو انتوا تعرفوا حاجه تانية بتبقى ارخص شويه من الجل بتاع شان كريم وانا بعمل شيفنج للبشره، اكتبوا لي تحت في الكومنتات لان بجد ضغط جدا. وده حلو قوي برضو. انا مش عارفه بيخلص بروح اشتريه، لو اني بعمل وشي كل شهر مره تقريبا. ما اكتب اكيد انا اتكلمت عنه في فيديو واتكلمت عنه بمنتهى الحب والاخلاص اللي في الدنيا بجد والله انا مش عارفه اعمل ايه، بس ده حقيقي ادمان. انا طول ما انا بستعمله انا منوره، انا بطلته في هالات، في سواد، في باندا تحت عيني، فده حلو قوي. انا مش عارفه ايه السر يعني. طول ما انت بتستعمليه ووشك بينور، وقت ما تبطليه خلاص فطلع تجميلي مش علاجي. فانا مبسوطه جدا وفي نفس الوقت متضايقه جدا لان في حاجه رخيصه بتجيب نتيجه بسرعه وفي نفس الوقت هو طلع تجميلي حلو قوي. وميرسي جدا ديرما اكتيف عملت حاجه بالرخص ده وبتجيب نتيجه بسرعه جدا كده، وشكرا شكرا. بس لو تعملوا فيه حاجه تبقى النتيجه كده شهرين 3 نبطله ونرجع تاني والحوارات دي، يا ريت. انا مش عارفه ابطل ده حبيب هارتي والله، ده حبيب هارتي. انا برضو مش عارفه ابطل الفازلين. طبعا ده اساسي ولازم يكون عند كل بنت وكل حاجه في الدنيا، بس انا بحب حتى الفازلين احطه في رجلي في الصيف. ما تسالوش طبعا بالدهن وقرف والتلزيق وكل الجو ده، وازاي تلبسي شراب في الصيف وتتخنقي والجو ده، واحنا درجه الحراره 42 في مصر. مش عارفه ابطل ده. انا بحب الملمس بتاع كعبي كده، لما امسك كعبي كده احط الشراب ساعه وانا حاطه الفازلين في كعب رجلي. احب الطراوه بتاعت الاطفال دي، عارفين رجل الاطفال؟ انا بحب الدوت، بقيت مدمنه ابص على رجلي كده الاقي المنظر ده. فما تسالونيش ليه. الفازلين ده احلى حاجه وللشفايف وللكعان وللايدين كل حاجه. فده فعلا حقيقي ادمان، وكل شويه اشتريه وانا عندي واحد في البيت. انا ليه عندي الحركه دي؟ يبقى عندك الحاجه ايه ده، الله ده عليه اوفر، فاروح جايباه على طول. ايه ده، ايه ده حد كده زيي؟ انا بجد مش طبيعي وحياة ربنا ما طبيعي اللي انا فيه ده. عايزه ابطل الحركه دي مش عارفه. بصوا انا شارياه وعليه اوفر، يعني انا شارياه وعليه اوفر. اعمل ايه في نفسي؟ انا هعمل ايه في نفسي وعندي واحد جوه كبير؟ وحياة ربنا تبذير، انا مبذره. الكريم المرطب ده، الكريم المرطب ده هتجربيه مش هتبطليه. هو ده احلى كريم مرطب للبشره الجافه والمختلطه. اوكي انا بشرتي مختلطه جافه، اوكي عشان انتي كل واحد يشتري اللي تبع طبعا بشرته. بس ده الحب الابدي. الف وارجع له، الف وارجع له. مش عارفه بجد. انا بستعمل دلوقتي حاجه تانية اصلا ما بستعملوش وهو جديد اساسا، ما اعرفش ليه اشتريتيه. انا مش عارفه، انا بجد مش عارفه استغنى عنه. اول ما يخلص اللي عندي اروح جايبه ده. طب انا ليه بشتري اساسا حاجه جديده؟ ما تسالونيش، انا من نفسي مش عارفه والله العظيم. كده انا عرفتكم المنتجات اللي انا حرفيا ادمان، انا مش عارفه ابطلها نهائي وبشتريها دايما. فانتوا كمان قولوا لي لو انتوا زي حالاتي كده في حاجات مهما رحتوا استعملتوا حاجات تانية برضه هم بتجيبوهم ولا لا. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو عجبك، وكمان تشتركي في القناه عشان تشوفي حاجات كتير ومنتجات كتير بجربها. وبقى اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي باي.